يعني حنا استعرفنا باللي الصحراء الغربيه هي اراضي مغربيه. هذه الحاجه تسمى خططت لها، باين باللي التخطيط كما نعرفوا المملكه مع من يخططوا مع ما نسموهمش بلدان ما سموهمش صهيوني باش نكونوا مباشرة. باين التخطيط تاعهم هذا تخطيط مدبر اللي زعزعت زعما في السياسه تاعنا. نظن هذه الحاجه ما يحجز لهم على خير، وحنا كما نقولوا السياده ديالنا عندهم مواقف، والشعب الجزائري كي تكون امر كيما هذا راح نكونوا متحدين كاع كجزائريين، باسكو راح تمس هذه الحاجه حاجه تاع بلادنا. انا كي وريت البيانات انت في ميزك وشنو المملكه في ميزهم واش باينه باللي احنا نوقفوا مع بلادنا وحنا كي تولي حاجه زعما امر بلاد ما بالناش باللي احنا لي زالجيريان مرات ما كاش، حنا ما عندناش مشاريع كي تكون حاجه هما راهم يقولوا ما فيها والو. نو راك ما فيها والو تقدر تدخل انت راك 31 من اكتوبر وهناك ما بعده. يقول جلالة الملك في إشارة إلى هذا اليوم التاريخي الذي وضع فيه مجلس الأمن نظارة الحكم الذاتي وهو ينظر إلى ملف الصحراء المغربية. هذا صنع دبلوماسية ملكية متأنية حكيمة متبصرة طموحة وصارمة، دبلوماسية كسرت جمود العملية السياسية عام 2007 بمقترح مبتكر ومقترح الحكم الذاتي، وغيرت الواقع الدبلوماسي الدولي لفائدة تكريس مغربية الصحراء من خلال عمل دؤوب. وها هي الرؤية الملكية اليوم تثمر تحولا جوهريا في منظور الأمم المتحدة لمسلك الحل، عود على بدء وتجسيد عملي لطموح التغيير الفعلي بعد مرحلة سابقة من التدبير، ومرحلة تحيين الأمم المتحدة لمنظورها إلى الملف وطبيعته وإطار حله. هذا ما نناقشه في هذه التغطية الخاصة. أهلا بكم في تغطيتنا المتواصلة للحدث الاستثنائي المرتبط بخطاب جلالة الملك إثر القرار 2797. سنتداول في كل هذه المستجدات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. أهلا بك من جديد معنا. ينضم إلينا أيضا من العيون الأستاذ محمد سالم عبد الفتاح الخبير في شؤون الصحراء المغربية. سينضم إلينا أيضا من باريس الأستاذ يوسف الهلالي الخبير في العلاقات الدولية. سينضم إلينا أيضا من واشنطن الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية والأمريكية. وسيكون معنا أيضا من مكتبنا بالرباط الأستاذ حسن عبد الخالق الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسية السابق. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أستاذ عبد الفتاح البلعمشي، إذن قرار طال انتظاره، وهناك يقول جلالة الملك ما قبل 31 من أكتوبر وما بعده. لماذا هذا القرار، قرار مجلس الأمن، هو قرار فاصل، هو قرار عمليا يجب كل ما قبله ويضع إطار جديد كليا لمسار الحل؟ هذا القرار الأخ برويس هو يحسم في المسار الذي اختارته هيئة الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن. وحينما نتحدث عن قرار لمجلس الأمن فإننا نتحدث عن فعل قانوني في إطار القانون الدولي العام، بمعنى أنه مرحلة التيه حتى بالنسبة للخصوم الوحدة الترابية. اليوم عندنا مسار واحد هو مسار الحكم الذاتي، ومن داخل هذا المسار يجب تسوية هذا الملف. أيضا 31 أكتوبر ما بعد 31 أعتقد بأننا اليوم في حاجة إلى صناعة وإنتاج خطاب جديد لهذه المرحلة الجديدة، حتى في قاموسنا السياسي وقاموسنا الأكاديمي لابد وأن نتجاوب مع ما بعد 31 أكتوبر. هل أصبحنا لازلنا أمام نزاع إقليمي بمفهوم المعنى الكلمة؟ هل نحن يعني لازلنا أو لا زالت الهيئات الدولية الأخرى الأقل
على الأقل في القارية كالاتحاد الأوروبي أن تأخذ أو أن تتخذ موقفا جماعيا على غرار مجلس الأمن ينضبط إلى هذا التوجه الجديد؟ هل لا زال مقبولا أن يكون البوليزاريو عضوا في الاتحاد الافريقي بعدما حدث؟ اليوم يجب ان نجتهد في مواكبه هذا الحدث الهام وفي مواكبه هذا الانتقال الحقيقي في قضيتنا الوطنيه الاولى. شكرا لك دكتور عبد الفتاح بالعمشي. اذهب الى باريس مع الاستاذ يوسف الهلالي، اتمنى انه يسمعنا في هذه اللحظه. استاذ يوسف الهلالي، طبعا هناك عدد من اصدقاء المغرب وحلفائه الذين لعبوا أدوار أيضا هامة في حشد هذا الزخم، إلى جانب طبعا العمل الدبلوماسي الواسع والنسقي الذي قاده جلالة الملك محمد السادس. عمليا أين تتجلى أهمية هذا القرار، لا سيما فيما يتعلق بتأطير سقف المفاوضات؟ من المؤكد أنه قرار تاريخي وحاسم، على اعتبار أن مجلس الأمن يتبنى المبادرة المغربية، بمعنى أن المغرب ظل دائما يدافع على موقفه منذ تقديم هذه المبادرة سنة 2007 بدعم من مجموعة من أصدقاء المغرب المقربين، وظل المغرب هذه المبادرة كحل الوحيد وواقعي لأي تفاوض حول الوضع بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وبالتالي فإن مبادرة المغرب أعطت أكلها، على اعتبار أن كل القوى العظمى وكل الدول الفاعلة في العالم تبنت هذا القرار المغربي. وبالتالي فذلك كما جاء في الخطاب الملكي يفتح صفحة جديدة، يعني صفحة جديدة في استمرار التنمية في المنطقة، صفحة جديدة من أجل بناء الاستقرار بالمنطقة. رأينا أن الخطاب الملكي أكد على شيء أساسي، أن هذا التحول ليس انتصارا أو من أجل تأجيج الصراعات بالمنطقة، من أجل بناء اتحاد المغرب العربي. توجه كذلك إلى الجارة الجزائر، توجه كذلك إلى أبناء المغرب. الإعلام الجزائري متابعينا الكرام خرج له العقل مباشرة من بعد إعلان مجلس الأمن الدولي موافقته الرسمية على مقترح المملكة المغربية بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. الإعلام الجزائري خرج له العقل على المباشر وعلى جميع البلاطوات الجزائرية في القنوات الرسمية الجزائرية، وهناك غضب كبير من طرف الكراغلة ومن طرف النظام العسكري الجزائري الذي خرج ليبكي على مجموعة من القنوات الجزائرية الرسمية، ويؤكدون رفضهم لهذا الإعلان الرسمي من طرف مجلس الأمن الدولي، وتأكيد مجلس الأمن الدولي على مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية. متابعي الكرام، بغيتكم كاملين أنكم توجهوا رسالة إلى النظام الجزائري العسكري الفاسد في التعليقات أسفل الفيديو، وتهنئون المملكة المغربية بهذا القرار التاريخي الذي أكد الوحدة الترابية للمملكة المغربية من الشمال إلى الجنوب، وكذلك إعلان رسمي عن نهاية قضية وملف الصحراء المغربية وتوجيه ضربة قوية للنظام الجزائري العسكري الفاسد. متابعي الكرام، ما تنسوش أنكم تخليوا الآراء ديالكم أسفل الفيديو في التعليقات، بالإضافة إلى أنكم تخليوا أكبر عدد ممكن من اللايكات باش نوصلوا هذا الفيديو إلى الإعلام العربي والإعلام العالمي. وشكرا لكم جميعا.